اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. طبعا رمضان داخل علينا وكل وجبة كده على الفطار لازم نعمل جنبها طبق بطاطس. تعالوا مع بعض نعرف طريقة البطاطس الفارم اللي بتتباع في المحلات وفي السوبر ماركت الاكياس دي. تعالوا نعرف بقى بتتعمل ازاي في البيت وبطريقة سهلة جدا ومضمونة وحاجة كده نظيفة في البيت، وكمان هتخزنيها في الاكياس، وكل ما تحتاجي كده تحمري بطاطس هتطلعي الكيس من الفريزر. يلا بينا نعرف الطريقة، بس ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا بينا. طبعا معايا هنا حوالي 2 كيلو من البطاطس. ممكن تعملي كمية اكتر من كده، مفيش اي مشكلة، انا بس عملت الكمية دي قدامكم علشان خاطر وقت الفيديو. وقشرتها طبعا كويس جدا وقطعتها كده على شكل صوابع تخينة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. بشيل الجوانب بس عشان تطلع معايا شكل الصوابع بالمنظر ده. وبعد كده جبت مية من الحنفية عادي ونزلت بيها على البطاطس، يا دوبك هنقعها لمدة 10 دقايق. طبعا بنقعها يا جماعة لمدة 10 دقايق علشان خاطر النشا اللي فيها كله ينزل، وبعد كده بغسلها تاني تحت الحنفية. بعد ما غسلتها طبعا حطيت حلة على النار، وطبعا حطيت فيها البطاطس يا دوبك تاخد غلوة، ما بسلقهاش يا جماعة، يا دوبك غلوة بسيطة بس، يعني ربع سليق كده للبطاطس. وبعد كده بطلعها تنشف على ورقة وبحط عليها مناديل، ومجرد ما تبرد بس كده بعبيها في الاكياس، وبعد كده بشيلها في الفريزر. طبعا هنا بقى حبة البطاطس اللي انا هحمرهم معاكم دلوقتي حطيت عليهم معلقة صغيرة من النشا، وغليت بقى طبعا الزيت كويس كده ونزلت بشوية البطاطس. انا ما بعملش الخطوة دي يا جماعة لما بكون شايلة البطاطس في الفريزر، لا، لما بتشيليها في الفريزر وتطلعيها ما تحطيش معلقة النشا، لان طبيعي السقعية بتاعة الفريزر هتخليلك البطاطس لوحدها مقرمشة. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ والبطاطس طالعة معايا مقرمشة وحلوة جدا. عايزه اقول لكم بقى ان كمان طعمها حلو قوي. بصوا بقى البطاطسايه طالعه معايا مقرمشه ومش معجنه ولا طريه. بجد حاجه جميله جدا ووصفه سهله وبسيطه. هي يمكن بس ايه متعبه شويه علشان خاطر كميه البطاطس اللي هتقشريها بس، لكن بعد كده كل ما تعملي وجبه وتلاقي في الفريزر بطاطس هتلاقي نفسك مرتاحه على طول انك انتي هتحمري، مش هتقشري لسه ولا تقطعي. بجد الوصفة دي سهلة وبسيطة وحلوة جدا، كفاية انها حاجة مضمونة ونضيفة في البيت. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش لو اول مرة تشوفوني تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم على خير.